تفتكر لو في مكان سري موجود في عالم تاني، مكان كله اختراعات وتكنولوجيا متقدمة عن زماننا بكتير، والمكان ده اسمه تومورولاند. بس استنى، هو السؤال هنا بقى، ازاي هندخل العالم ده وايه اللي هيكون مستني اللي هيوصل هناك؟ معاكوا احمد حمدي، وده فليكس جديد من فليكسات افلام. فيلمنا بيبدأ بعالم اسمه فرانك بيسجل فيديو بيتكلم فيه عن المستقبل، وبيقول ان المستقبل هيكون فيه زيادة سكان غير طبيعية وانتشار الحروب والمجاعات بسبب قلة الموارد. وبعدها بيحكي قصته وهو صغير، فبنروح لسنة 1964. وقتها بيكون فرانك لسه طفل في طريقه للمعرض العالمي في مدينة نيويورك ومعاه الاختراع بتاعه. وبنعرف ان المعرض ده بيقدم فيه كل المخترعين والعلماء اختراعاتهم علشان الحكومة تتبنى الاختراع، وبيكون المسؤول عن المعرض مخترع مشهور اسمه ديفيد. فبيقدم فرانك الاختراع بتاعه واللي بيكون عبارة عن بدلة طيران. وكمان بتيجي بنت اسمها أسينا بتتفرج على الاختراع بتاع فرانك وبتكون معجبة بيه. وقتها بيحس ديفيد ان الاختراع بتاعه مش شغال، فبيفتكر فرانك انه فعلا جرب بدلة الطيران بتاعته قبل كده وما قدرش انه يطير بيها. فبيسأله ديفيد ازاي العالم هيستفاد من اختراع بسيط واللي هو بدلة الطيران. فبيقول له فرانك انه اخترع بدلة الطيران عشان يستمتع بيها ويعرض الاختراع على كل الناس ويخليهم يستمتعوا بوقتهم. لكن بدون اي مقدمات ديفيد بيرفض الاختراع بتاعه. فبيخرج فرانك من المعرض وهو حزين ومحبط لانه كان نفسه كل الناس تشوف الاختراع بتاعه. وساعتها بيفتكر كلام باباه ليه لما قال له ان الاختراع بتاعه مش هينجح ومش هيفيد البشرية بأي حاجة. ولكن ده ما قللش من تصميم فرانك وقال له انه هيعمل الحاجة اللي بيحبها مهما حصل. وفجأة بتيجي البنت اللي اسمها أسينا واللي شافها في المعرض وبتشجعه انه يطور من نفسه لحد ما يبقى مخترع مشهور. وبعدها بتديله دبوس شكله غريب وبتطلب منه يمشي وراها هي وديفيد المخترع اللي رفض الاختراع بتاعه. واول ما أسينا بتمشي بيركب مركب في حمام السباحة وبيروح وراها هي وديفيد لحد ما بيدخل أوضة تحت الأرض والباب بتاعها مقفول. فبيظهر ماسح ضوئي بيتعرف على الدبوس اللي مع فرانك واللي اديتهوله أسينا، فبيتفتح الباب بتاع الأوضة وبيقدر يعدي. وبعدها بيدخل أوضة تانية فيها أسانسير شكله غريب وبيكون عنده شغف إنه يستكشف المكان. فبيدخل الأسانسير وبيتحرك بيه لحد ما بيوصل لمكان غريب وبيتفاجئ إن في عالم تاني غير العالم اللي هو عايش فيه. وبيكون واقف على جسر ارتفاعه عالي عن الأرض وبيشوف أسينا وهي راكبة طيارة مع ديفيد وبتشاور له من بعيد. وفجأة بتظهر روبوتات بتهجم عليه وبتوقعه، وبيكون فرانك متعلق على الجسر لحد ما بيطلع وبينقذ نفسه في آخر لحظة. فبياخد منه الروبوت بدلة الطيران بتاعته وبيصلحها. وبعدها بيجي 2 شغالين في المختبر بتاع ديفيد، فبيرتبك فرانك وبيفقد توازنه وبيقع من على الجسر. فبيلاحظ بدلة الطيران بتاعته وبيروح بسرعة عشان ياخدها. وفجأة بيشوف مدينة متطورة فوق السحاب، وبعدها بيلبس بدلة الطيران وبيشغلها قبل ما يقع على الأرض. ومن حسن الحظ البدلة بتشتغل وبيطير فرانك وبياخد جولة في المدينة لحد ما بينزل قدام ديفيد وأسينا. ولكن ديفيد بيتجاهل وجوده وبيسيبه ويمشي. فبتضحك أسينا لفرانك وبتوريله المستقبل، فبيفهم فرانك انه سافر بالزمن للمستقبل. بنرجع بعدها لفرانك وهو كبير بعد ما خلص قصته عن رحلته للمستقبل، وبيكلم صديقته كاسي وبيقول لها ان دي كانت اول مرة يسافر بالزمن. فبتبدأ كاسي تتكلم عن نفسها وبتحكي قصتها هي كمان، وهي ان في يوم راحت لمكان تابع لوكالة ناسا الفضائية، وده عشان تبوظ المعدات والآلات اللي بيشتغل بيها العمال. وبنكتشف ان السبب في ده ان كاسي مش عاوزة والدها يروح الشغل، وده لانها خايفة عليه بسبب خطورة المشروع اللي بيشتغل عليه في وكالة ناسا. وبعدها بتهرب بسرعة عشان ترجع البيت، وبتكون أسينا صديقة فرانك من العالم المستقبلي مراقبة كل تحركاتها. ولما بتوصل كاسي للبيت بيشوفها أخوها الصغير وبيوعدها إنه مش هيقول حاجة لباباها. وبتوصل أسينا لبيت كاسي وبتاخد شعرة من الخوذة اللي كانت لابساها وبتحطها على جهاز متطور عشان تعمل بصمة لدبوس خاص بيها زي الدبوس اللي اديته لفرانك وهو صغير. وبنكتشف إن الدبوس ده هو البوابة الرئيسية للسفر عبر الزمن. وتاني يوم بتدخل كاسي أوضة باباها وبتساعده في تصليح جهاز شغال عليه، وده لأنه مهندس في وكالة ناسا. وبيجيله مكالمة من زمايله في الشغل وبيقولوله إن المعدات والآلات اللي هم بيشتغلوا عليها باظت مرة تانية. وطبعا السبب في ده هو كاسي لأنها خايفة عليه من خطورة المشروع اللي بيشتغل فيه. فبيقول لها والدها إنه مصمم يشتغل على الموضوع ده لأنه لو نجح فيه هيكون مهندس مشهور. فبتحاول كاسي إنها تقنعه ما يشتغلش فيه لكن من غير أي فايدة. فبتروح شركة ناسا مرة تانية وبتعطل الآلات عشان والدها ما يشتغلش، ولكن الشرطة بتعرف وبتقبض عليها وبيحبسوها. وبعد شوية بيجي والدها عشان يدفع لها كفالة ويخرجها، فبتروح عشان تستلم الحاجة بتاعتها اللي الشرطة تحفظت عليها. وبيكون من ضمن الحاجة دي الدبوس اللي أسينا عملته بالبصمة بتاعتها. فبتمسك كاسي الدبوس وبتتفاجئ إنها دخلت في عالم غريب وفيه قمح. فبترمي الدبوس
على الأرض وهي مفزوعة، وبعد تفكير بتمسكه مرة تانية وبترجع للعالم اللي فيه قمح. فبتتصدم من المنظر وبتشوف قدامها قلعة كبيرة وبتقرر إنها تروح تستكشفها، ولكن في العالم الحقيقي راسها بتتخبط في الحيطة. فبتكتشف كاسي إنها لما بتمسك الدبوس وبتتحرك في العالم المستقبلي بتتحرك بنفس الطريقة في العالم اللي هي عايشة فيه. وبعدها بتركب العربية مع والدها عشان ترجع البيت، فبيزعق لها على اللي عملته، خصوصا إنها بتروح وكالة ناسا عشان تبوظ معدات المشروع بتاعه. فبتغير كاسي الموضوع وبتقوله إن الدبوس اللي معاها بيخليها تشوف عالم تاني، وعشان تثبت له كلامها بتخليه يمسك الدبوس عشان يشوف العالم ده. ولكن والدها لما بيمسك الدبوس مش بيحصل أي حاجة، فبتستغرب الموضوع وبتجرب بنفسها مرة تانية، وكالعادة بتشوف العالم المستقبلي اللي فيه القمح. فبتحاول تشرح لوالدها الموضوع، ولكن بينفعل عليها وبياخد منها الدبوس. ولما بيرجعوا البيت بتدخل كاسي الأوضة بتاعت والدها وبتتسحب وهو نايم عشان تاخد الدبوس، وأول ما بتاخده بترجع للعالم المستقبلي مرة تانية وبتمشي ناحية القلعة الكبيرة اللي قدامها. ولكن في العالم الحقيقي بتقع من على السلم، وطبعا ده لأنها لما بتمسك الدبوس بتتحرك في العالم المستقبلي والعالم الحقيقي. فبتخرج من البيت وبتاخد العجلة بتاعتها وبتتحرك وهي ماسكة الدبوس عشان تروح للقلعة. وساعتها بتوصل لمدينة المستقبل وبتشوف 3 طيارين ببدلة الطيران اللي اخترعها فرانك، فبيقع واحد منهم على الأرض وبيروحوا زمايله عشان يساعدوه. وبتكمل كاسي طريقها في مدينة المستقبل، وده عشان تستكشف المكان بالكامل. وبعدها بتركب قطر وبيكون كل سكان المدينة مش شايفينها، وبتلاحظ ان الدبوس اللي معاها فيه عداد وفاضل أقل من دقيقتين. فبتفهم كاسي ان العداد ده بيحدد مدة وجودها في عالم المستقبل، وانها بعد دقيقتين بس هترجع للعالم الحقيقي. فبتنزل من القطر وبتشوف مجموعة طيارين رايحين يركبوا مركبة فضاء، ولانها بتحب عالم الفضاء جدا بتقرر انها تركب معاهم. ولكن لسوء الحظ الوقت اللي على الدبوس بيخلص وبترجع للعالم الحقيقي، وبتلاقي نفسها واقفة في بحيرة. فبترجع البيت بسرعة وبتصحي اخوها الصغير وبتطلب منه يساعدها عشان تعرف مصدر الدبوس ده. فبيدخل اخوها على النت وبيكتشفوا ان الدبوس ده بيتباع في محل في مدينة نيويورك. ولما بتلاقي ان اخوها مش فاهم حاجة بتعرفه ان الدبوس ده بيخلي الشخص اللي بيلمسه يشوف عالم المستقبل، وبتطلب منه ما يقولش لباباها على اي حاجة. وتاني يوم بتخرج كاسي من البيت عشان تروح المحل اللي بيبيع الدبوس، وبتوصل أسينا صديقة فرانك البيت كاسي وبتسأل اخوها الصغير عليها، فبيقول لها انها خرجت من ساعة وراحت محل بيبيع دبابيس، وطبعا مش بيرضى يعرفها كل التفاصيل. في الوقت ده بتوصل كاسي للمحل وبتلاحظ انه محل البيع التحف والاثريات، فبتقابل 2 شغالين في المحل وبتوريهم الدبوس وبتقول لهم انها عاوزة تشتري واحد زيه. وطبعا سبب اهتمامها بالدبوس انها عاوزة تروح عالم المستقبل. فبيسألوها جابت الدبوس ده منين، فبتقول لهم انها لقيته في شنطتها لما كانت في مركز الشرطة، ولكن بيكونوا مش مصدقين كلامها وبيقولوا لها انه الدبوس خلص من عندهم. فبتقرر كاسي انها تمشي وبتلاقيهم بيهددوها بسلاح ليزر. وفجأة بتدخل أسينا وبتوقف الوقت وبتحبس الاتنين دول في مجال مغناطيسي، وبتشغل الوقت مرة تانية وبتحاول تقنع كاسي انها تروح معاها. وساعتها بيخرج الاتنين اللي شغالين في المحل من المجال المغناطيسي وبيهجموا على أسينا، ولكن بتقتلهم هما الاتنين وبنكتشف انهم روبوتات. فبيحاول الروبوتات انهم يدمروا نفسهم ذاتيا ويفجروا المكان. فبتخرج أسينا وكاسي من المحل بسرعة وبتكسر أسينا ازاز عربية وبيركبوا هما الاتنين وبيمشوا. وفي الطريق بتكون كاسي منهارة ومش فاهمة اي حاجة، فبتشرح لها أسينا الموضوع وبتعرفها ان هي اللي اديتها الدبوس اللي بتشوف في المستقبل وانها روبوت مش انسانة. فبتتصدم كاسي وبتدوس على الفرامل وبتخرج من العربية بسرعة عشان تهرب. فبتروح أسينا وراها، ولكن بتيجي عربية تانية وبتخبطها. ولما بينزل صاحب العربية عشان يطمن عليها بتستغل كاسي الفرصة وبتسرق عربيته وبتمشي. ولكن بتتفاجئ ان أسينا بتجري وراها وبتركب العربية وبتشد منها المفاتيح عشان توقفها. وعلى الجانب الآخر بتوصل الشرطة في المحل اللي كان فيه الروبوتات وبيتصدموا لما بيشوفوا الروبوتات بتتكلم. فبيجي روبوت تاني وبيقتل ضباط الشرطة بمسدس ليزر متطور، وبنعرف ان الروبوت ده بيدور على أسينا. بنروح بعد كده لأسينا وهي بترمي كاسي من العربية قدام بيت فرانك وبتسيبها وتمشي. ولما بتستكشف المكان بيهجم عليها كلب وبتحاول تهرب منه، ولكن بتكتشف ان الكلب مجرد صورة افتراضية. فبتفهم ان صاحب المكان شخص من المستقبل. فبتروح البيت وبتطلع الدبوس اللي معاها قدام الكاميرا وبتنادي على فرانكو وبتقوله انها عاوزة تروح المستقبل. وبيكون الباب فيه جهاز مغناطيسي بيحدف كاسي على الارض. فبيخرج فرانكو بيقول لها انه مطرود من عالم المستقبل وللاسف مش هيعرف يوديها هناك. وبعدها بيطلب منها انها تمشي، ولكن كاسي بتكون مصممة على
رأيها، وبالليل بتحرق الجرار الزراعي بتاعه وبتستدرجه عشان يخرج بره البيت ويطفي الحريقة. وبعدها بتدخل البيت وبتشوف المعدات والاختراعات بتاعته، وبتشوف جهاز متطور فيه تسجيل فيديو لفرانكو وهو صغير مع أثينا، وبيكون فاكر إنها إنسانة مش روبوت. وقتها بتدخل كاسي أوضة فيها شاشات كتير، فبيجي فرانكو بيزعق لها عشان اقتحمت البيت بتاعه، وبيقول لها إن العلماء في المستقبل اخترعوا جهاز خطير بيهدد البشرية، وفي خلال 50 يوم الكوكب كله هيتدمر لو ما عرفوش يعطلوا الجهاز ده. فبتقول له كاسي إنها ممكن تساعده ينقذوا الكوكب، وبيتفاجئ فرانك إن جهاز الاحتمالات سجل إن ممكن كاسي تنقذ الكوكب فعلا. وفجأة بيلاقي روبوتات واقفين قدام الباب وبيهددوه بالقتل لو ما سلمهمش كاسي، فبيتجاهل فرانك كلامهم وبتهجم الروبوتات على البيت، ولكن فرانك بيقدر يقتلهم بصاع الكهرباء. فبيجي روبوت وبيتصدى لفرانك، فبتضربه كاسي بجهاز إلكتروني، وبيحاول فرانك إنه يهرب من الباب، فبيمنعه واحد من الروبوتات، فبتضربه كاسي بعصاية البيسبول. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين في بانيو، وبيكون في جهاز دفع بيرميهم بره البيت، وبيلاقوا نفسهم في بحيرة. ولما بيخرجوا من البحيرة بيتفاجئوا إن أثينا مستنياهم، وبيركبوا معاها العربية لحد ما بيوصلوا مختبر قديم بتاع فرانك. والمختبر ده بيكون فيه اختراع آلة للسفر عبر الزمن، فبيجهزوا نفسهم عشان يسافروا للمستقبل. وبيربط قماشة على عين كاسي، وبيقول لها إن نسبة السكر في جسمها هتقل، وده لأن الجهاز بيستهلك الطاقة في جسم الإنسان. وبالفعل بينجحوا في السفر للمستقبل، ولما بيوصلوا بيشربوا مشروبات غازية عشان يزودوا نسبة السكر في جسمهم. وبتتفاجئ كاسي إنها موجودة على قمة برج إيفل، وبتشوف أوضة فيها تماثيل لأشخاص، فبيقول لها فرانك إنهم عباقرة العالم والسبب الحقيقي في التطور التكنولوجي اللي وصل ليه المستقبل، وإنهم بنوا برج إيفل في الأساس عشان يستخدموه في السفر بين الأبعاد. وقتها بيلاحظوا إن في روبوتات جاية عشان تقبض عليهم، فبيركبوا صاروخ تحت برج إيفل وبيسافروا للمستقبل. ولما بيوصلوا بيستقبلهم العالم المشهور ديفيد اللي رفض اختراع فرانكو وهو صغير في أول الفيلم، وبنعرف إن ديفيد هو رئيس أمريكا في المستقبل. فبياخدهم هما التلاتة لجهاز اخترعوا بنفسه اسمه المراقب، والجهاز ده وظيفته إنه يوضح الأحداث اللي بين الأزمنة. فبتشوف كاسي اللي هيحصل في الماضي، وبتتأكد إن المشروع اللي والدها هيشتغل فيه هيتلغي. وبعدها بتشوف المستقبل وبتعرف إن هيحصل حروب ومجاعات وبراكين وفيضانات. فبيقول لها فرانك إنه توقع ده من البداية، ولكن كاسي بتكون مش مصدقة إن العالم هيتدمر في المستقبل. وفجأة بيظهر لمحة للمستقبل على جهاز المراقب ومش بيكون في كوارث، فبيقول فرانك إن في احتمال إنهم ينقذوا العالم. فبيضربوا ديفيد بجهاز صاعق وبيفقدوا الوعي، وبعد شوية بيفوق وبيكون ناسي اللي حصل. فبتقول له كاسي إن جهاز المراقب بتاع ديفيد مستحيل يقدر يتنبأ بكل حاجة عن المستقبل، وإنه مجرد بيحط افتراضيات وسلبيات في عقول الناس عشان يستسلموا، وبناء عليه لازم يدمروا جهاز المراقب عشان الناس تقدر تكمل حياتها بدون خوف أو أي قلق. فبيعرضوا الفكرة على ديفيد، وطبعا بيبقى فرانك ناسي إنه هو اللي أفقده الوعي. فبيرفض ديفيد الاقتراح بتاعهم، وبيفاجئهم إنه هو اللي اخترع الجهاز وخلاه يظهر صور للمستقبل إنه هيتدمر، والسبب في ده هو إنه عايز يحكم العالم بالاختراعات بتاعته. وساعتها بيهجم عليه فرانكو وبيضربه، لكن بسرعة بيشغل ديفيد روبوت متطور عشان يقتلهم كلهم. فبيطلب فرانك من أثينا إنها تفعل القنبلة اللي معاها وتدمر جهاز المراقب، وفجأة بيهجم عليها الروبوت وبتحدف القنبلة لكاسي. فبتركب كاسي الأسانسير عشان تروح تدمر الجهاز، وبيتحرك الأسانسير بسرعة عالية. فبتفقد كاسي توازنها وبتشغل القنبلة من غير قصد، وبتقع منها على الأرض. ولما بيوصل الأسانسير للدور الأرضي بترمي القنبلة بسرعة عشان تنفجر بعيد عنها. ولسوء الحظ بتروح القنبلة ناحية فرانك وديفيد اللي بيكونوا بيتخانقوا مع بعض. فبيدخل فرانك وديفيد جوه بوابة ثلاثية الأبعاد بتنقلهم للمختبر اللي كانوا فيه مرة تانية عشان يبعدوا عن القنبلة، ولكن القنبلة بتنفجر قريب منهم وبيقع جزء من البوابة على ديفيد. فبياخد ديفيد سلاح ليزر واقع على الأرض وبيضرب نار ناحية فرانك عشان يقتله. فبتيجي أثينا وبتضحي بنفسها وبتاخد الضربة مكان فرانك، فبيشيلها بسرعة عشان ينقذها، ولكن بتقوله إنه فات الأوان وإنها هتموت، وبتفكروا بطفولتهم مع بعض، وبتعرفوا إنها خبت عليه إنها روبوت عشان خاطر لحظة إنه كان معجب بيها، وده في حين إنها روبوت ومش هتعرف تبادله نفس المشاعر. وبتطلب منه ياخدها الجهاز المراقب عشان تشغل التدمير الذاتي اللي عندها وتدمر الجهاز. فبيلبس فرانك بدلة الطيران اللي اخترعها وهو صغير وبيطير بيها ناحية الجهاز، ولما بيوصلوا بيرميها على الجهاز وبيدمره. وبعدها بيطلب من كاسي إنهم يتعاونوا مع بعض وينقذوا العالم، ولكن في البداية بيفتح بوابة زمنية وبيخليها ترجع للماضي عشان أهلها يطمنوا عليها، وبترجع تاني للمستقبل وبتصنع هي وفرانك دبابيس كتير زي اللي معاها، وبيعملوا روبوتات على هيئة بشر عشان يوصلوا الدبابيس دي لسكان الماضي ويخلوهم يشوفوا التطور اللي وصل ليه المستقبل، وده عشان
عشان ما يحبطوش ويستمروا في النجاح. وبالفعل بتوصل الروبوتات الدبابيس لسكان الماضي، وأول ما بيمسكوا الدبابيس بيلاقوا نفسهم في مكان فيه قمح في المستقبل زي كاسي بالظبط. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.